إن السلطوي يستند إلى التاريخ المتراكم لإحقاق سطوته وشرعنتها باستمالة جزء من الجماهير لقمع الأخرى، وهذا ما تمتهنه السلطة البديلة المعارضة، وتعمل على استمالة المقموع ضد السلطة القائمة. ويبدأ التنازع على الجغرافيا استنادا للبعد التاريخي في حقيقة الصراع، وهنا تعوم البلاد على بحر دم، وهنا لا يحتاج السلطوي للتواري بقدر ما يستند على إرث قابل للانتعاش وتحويل الماضي الجهنمي لحاضر أكثر جهنمية. إننا لا نجد أوطانا بالمعنى الجوهري للأوطان، وإنما نجد محميات مافيوية تديرها نخبة تجيد أساليب المكر والقسوة، وتمتهن صناعة الاستبداد والفساد، وتفتك بالمجتمع وتعمل على تفتيته، وذلك استنادا لأحاسيسها ورغباتها وأمانيها المتبخرة في عباب المصالح الاستراتيجية. لهذا وجب التعريف بدور الإنسان المعرفي في أتون هذا الصراع العنيف بين قوى تعمل على استماتة الوجدان المدرك لدى الجماهير، وقوى تعمل على نزع فتيل الألغام عن مجتمعات تعاني مرارة القيد، بدءا من رفع كاهل الأغلال على عقول مخدرة بإبر المقدس، ومرورا بالاستبداد العامل على زج المجتمعات في أتون صراعات عبثية تحركها نوازع ورغبات القوى الإقليمية بإعاز من قوى خارجية تجد في البلاد مستعمراتها القديمة والتي تعمل على تحديثها بصورة متجددة، وتجد في تفكيك الدول وتفتيت المفتت وسيلة لبقائها غير المباشر، حيث العنف المركز الذي يزيد من الأحقاد وتوالد غرائز الانتقام، والتي تفتك بإدراكات ومواهب الأفراد وتزجهم زجا في أتون صراعات مجتمعية سلطوية لا تكاد تتوقف. هذا التعدد في بث أشكال العنف يورد لنا الكثير من المآسي التي تطبع بها السلوك الكردستاني، والذي بات الوجه العام لحياة تتزاحم فيها الصراعات والصدامات بفعل إصرار تلك الأنظمة على بث العنف والإرهاب بطرائق تسهم في تخريب الأواصر المجتمعية وزيادة الضحايا، الأمر الذي يسهم في تفكك المجتمعات والمؤسسات وانهيار الثقة فيما بينها، حيث يكثر عمل رجال الدين في أروقة تلك السلطات لما لهم من دور بليغ ومؤثر في شرعنة العنف المقدس وتفتيت كل ما من شأنه أن يسهم في إطفاء حالة الاستقرار والتماسك الأسري والمناطقي، حتى بات مفهوم الانتماء عرضة للتخوين والتشكيك للطبقة المتحكمة في مفاصل الحياة بأسرها، حيث الدعوة للعنف بذريعة الحفاظ على الإيديولوجيا هو الوسيلة الضامنة لبقاء الاستبداد والاستبداد المضاد، ونعني به المعارضة، حيث نجد الصراع وعاء يختزل في طياته العنف متعدد المشارب والانتماءات، وهو بذلك يجعل الحياة مسرحا دمويا تصبح فيه البلاد مكتظة بالكوارث الناتجة عن حرب الإنسان ضد الإنسان لصالح الدمار وضياع البوصلة، إذ بات العنف في الشرق الأوسط أنموذجا يحتذى به في صناعة التطرف والاستبداد. فلا يكفي أن نقول أن وجود الثروات المائية والنفطية هو السبب وراء بقاء السلطات الاستبدادية، وإنما نجد أنه البيئة التاريخية للعنف والصراعات ذات الطابع الديني المذهبي، ناهيك عن وجود شعب يناهز تعداده 55 مليون مقسم بين الدول الأربعة والعالم. كل ذلك يجعل تلك الرقعة تنشط بحروب أهلية وإقليمية لا يسلم منها المحيط المجاور،
وتكاد تكون تلك الأزمات المتمخضة عنها سهلة الانتقال إلى بقاع أخرى تعاني أيضا ذات المشكلة مع شعوبها، حيث الاستفتاء في إقليم كردستان الجنوبية في أيلول 2017 دفع الشعب الكتالوني في إقامة استفتاء بغية استقلاله عن إسبانيا، ودفع بتعزيز الروح القومية لدى الإسكتلنديين والفلامنك وغيرها من شعوب تعيش على أرضها التاريخية دون كيان سياسي خاص بها. وهكذا نجد أن ثمة دوما قوى تعمل على وتر التصارع بين فئة باطشة تستخدم القوة لمحاولة السهر والإبادة، وبين قوة ضئيلة الإمكانات تقاوم بكل ما أوتي لها من عزم رغم الظروف والمشقات التي تتعرض لها. إذن نجد الواقع مكتظا بدراما وجدانية تقوم على مخاطبة الوجدان الجمعي، وتؤسس لبنية متينة للرواية الكردستانية. في جانبها الثوري بما يتناسب حالة المعاناة الواقعية للشعب الكردستاني. إن عدم حل القضية الكردية في شمال كردستان هو دليل إفلاس وعجز الحكومات التركية المتعاقبة، نظرا لتشبثها بذات العقلية الإنكارية، والتي تتعامل مع الحق الكردي كهاجس مرعب أو كابوس دائم الإيغال في الأذهان. ولا يمكن الانتقال إلى طور الدمقرطة بوجود شعب يناهز تعداده 20 مليون لا يستطيع التعبير عن كيانه وأدبه وخصوصيته في وطنه أسير الاتفاقات والصراعات الدولية الإقليمية. إن بقاء العسكرة كذهنية سائدة في تركيا هو بمثابة الخنجر المسموم في ظهر الديمقراطية، ليس في تركيا فحسب وإنما في عموم الشرق الأوسط، إذ أن ذلك يجعل المشكلات في تضخم وتشعب مستمر. وما يجدر الإشارة إليه هو أن محاولات النظم الشمولية الشرق أوسطية لإقامة اتحادات فيما بينها لإجهاض كل محاولة باتجاه التغيير والتحول الديمقراطي، كما في توافق النظم العربية والتركية والفارسية بخصوص قمع التطلع الكردستاني نحو الحرية والديمقراطية عبر صياغة شكل من أشكال الديمقراطية المتمثلة بنموذج الدولة الاتحادية اللامركزية، وتركيزها نحو بعثرة تلك الجهود ونسفها في أي جزء من أجزاء كردستان، حيث انتقال تركيا من العلمانية الكمالية الناكرة لوجود الشعوب غير التركية في مقدمتها الشعب الكردستاني إلى الإسلاموية الأردوغانية الناهجة ذات النهج هو بمثابة الاستشراف القريب لانسداد هذه الدولة الشمولية، وصولا بها على المدى القريب إلى التفكك والفوضى. فما جدوى تغذية المناخ العام بالاحتقان العرقي؟ إن ذلك بالتأكيد مضاد للتعايش، ويفسح المجال أكثر لضعف الدول وانقسامها على نفسها، حيث نشر العنف وممارسته سلوكا ونظرا هو أحد الأسباب الكامنة خلف ازدياد الأزمات البنيوية والثقافية والنفسية. حيث نشر العنف وممارسته سلوكا ونظرا هو أحد الأسباب الكامنة خلف ازدياد الأزمات البنيوية والثقافية والنفسية لمجتمعات غائبة عن حاضرها، حيث يعاني معرفيوها من شتى أشكال الإقصاء والتهميش، حيث النظر لأزمات الدول كونها مؤامرة خارجية هو تحوير للحقيقة العلمية وتشويه لها، ذلك أن الفكر الإيديولوجي القومي أو المذهبي أخذ أسسه من ثقافة وإرث المقدس في النص الديني، إلا أن ذلك يحتاج لقراءة موضوعية لنشره،
وحث الآخرين على القراءة وتحسس مواضع ما خفي من حقائق، إلا أن تضييق الحصار على الأفراد وزجهم في قوالب الفكر الشمولي النمطي باعد بين المرء وذاته، ناهيك عن البعد عن الموضوعية والتحليل العميق، وتشرب ثقافة السلطة والنظر إليها كثقافة مباركة مدعومة بسند ديني وأمر إلهي، حيث يتجلى عقم المعرفة في أوساط الجماهير التي استساغت خطاب السلطة الإقصائية وتوارثته جيلا بعد جيل، حيث الجانب النفسي المستعد للانفعال والانسجام مع الخطاب غير البريء بوصفه قادرا على توجيه الجماهير أينما ترغب وتحويلها إلى وقود لمعارك السلطة، حيث توظيف الإسلام القومي السياسي في السياسة الأردوغانية التركية يعتمد على ترسيخ القمع ضد الكرد للحيلولة دون تحقيق طموحاتهم في نيل الحرية والديمقراطية. كما نجد استغلال الخطاب المذهبي في إيران والقوم العروبي في سوريا والعراق، فالأزمات البنيوية لا تتوقف بوجود الحرب والعنف السياسي وتوجيه الجماهير نحو الكراهية. إن الصراعات العرقية تتجدد بتجدد الخطاب المتشنج والمحرض على العنف لاستمرار السلطة، لو على حساب حاجات ورغبات الأفراد في حياة تتميز بجودتها ورفاهيتها أسوة بالعالم المتحضر. للتساؤل مرارا حول المسؤول عن تضخم النزاعات وتحديثها عبر الأزمنة دون الوقوف عليها وحلها على نحو جاد، إلا أننا نجد تصعيدا دائما وشحنا عرقيا يفضي لمزيد من الشرخ والهوة المتمخضة عن حالة الإنكار والتهميش تلك، والتي شكلت النفق المظلم المتشعب في أروقة السلطة والجماهير، ومحاولات الأولى في الاستمرار على خطى من سلفهم نحو تدشين إرث القمع الممنهج. ذلك الصمود الراديكالي ضد القمع الراديكالي هو بمثابة نهج طبيعي يسلكه الأفراد في سبيل نهضتهم ونشدانهم للخلاص من الجور الممارس بلا هوادة، حيث تشربت الجماهير ثقافة السلطة وبات العنف لونا طاغيا في سماتها ومفاهيمها التي تفرخ الاستبداد والغطرسة. وهنا في هذا الصدد سنجد إجهاضا معرفيا في مستويات الفهم الفردي للعلل والإشكالات وطرق معالجتها. هذا الاغتراب عن روح المدنية والديمقراطية الجوهرية عزز من هالة السلطة في ذوات الجماهير المتأثرة بخطب السياسيين وألاعيبهم في استمالة الجماهير وتأليب بعضها على بعض، حيث نجد الجماهير السلطوية تتخذ من العنف وقمع الكرد بوصفهم إرهابيين عدا الفئة التي اندمجت وانصهرت في البوتقة التركية، فإن هؤلاء انخرطوا في أجهزة الأمن والسلطة وباتوا بيادق سيئة بيد تلك الطغمة الفاشية المتحكمة في زمام السلطة عبر تقادم الوقت. لا نجد تغييرا في تعاطي هؤلاء مع المسألة الكردية عدا عن كونها في نظرهم مثار زعزعة للبلاد وتقسيمها، لهذا يجدر قمعها على الدوام وبيد من حديد. الحرب المتواصلة والمعارك التي يتم خوضها في الجبال كل ذلك مدعاة تأمل في حالة الصراع المستشرية والتي نتجت عنها تشوهات نفسية لا تضمحل. كل تلك الانكسارات ترافق حياة الأفراد، فرصد سيكولوجية الأفراد في خضم هذا الواقع يكشف عن علل ترتبط في ماهيتها بالمشهد المؤلم لحراك الشعب الكردستاني في ظل تكالب النظم القمعية لمحاربة وطمس الهوية والثقافة وكذلك الوطن، في إطار الكشف عن روح المجتمع الفاقد لبوصلة التنظيم وأصوله في ظل الفوضى والقمع السلطوي الذي أربك الحياة بمفاصلها ومستوياتها، وجعل العقل ناميا والألم متربصا في واقع المجتمع الكردستاني
في كردستان الشمالية